السلام عليكم ومرحبا بكم معايا. الفيديو ديال اليوم غادي يكون الجزء الثاني او التتمه ديال الفيديو اللي من قبل، غادي يكون خاص ان شاء الله على التحضيرات ديال القوام التسلو. فكما كتلاحظوا معايا انا هنا كنوضع الدقيق او الفورس في الكوكوط باش غادي نحرقه او نحمره. كنديرو في الكوكوط كيجيني الصراحه ساهل احسن من الفران. عمليه، هاد الطريقه هذه عمليه بزاف وما كتاخذش بزاف ديال الوقت. انا بالنسبه ليا كتجيني سهله، جربوها راه غادي تنفعكم بزاف. كنوضعوا الدقيق في طنجره الضغط الكوكوط او اي طنجره، المهم تكون ما كتلصقش وتكون ثقيله. كتمسحوها مزيان ما يكونش فيها الماء من طبيعه الحال. صافي كنوضعوا فيها الدقيق. بالنسبه للكميه نتوما على حسب القوام ديالكم، على حسب شحال غادي ديروا. انا غادي نحمر 2 كيلو هي اللي غادي نستعمل، ما درتهاش كامله لان الكوكوط عندي شويه صغيره. صافي كنبقى كنحرك بواحد المغرفه اولا ملعقه خشبيه ضروري منها باش ما كيلصقش لينا في القاع وما كيتحرقش. كنبقاو كنحركو على نار اللي تكون متوسطه، ما تكونش مرتفعه بزاف، وحنا كنحركو من التحت للفوق حتى كنشوفوا اللون اللي بغينا نحصلوا عليه. كيف ما كتلاحظوا هو كيتشكل واحد الكويرات ديال الدقيق، ما تخافوش منهم لاننا غادي نوليو ندوزوه في الغربال. المهم كنبقاو مستمرين بالتحراك، ما تزولوش يديكم وانتم كتقلبوا من التحت للفوق حتى كنكملوا الكميه ديالنا. صافي من بعد ما كنكمل كناخذ واحد القصعه اولا اناء وكناخذوا الغربال او صفايه. المهم ضروري كنديروا هذه العمليه هذه باش نزولوا داك الكويورات اللي كيكونوا تشكلوا كيتكوروا ديال الدقيق، لان هادوك راهم ما كيتحمروش. بغيتوا تعاودوا تحمروهم اولا تفردوهم بيديكم وتعاودوا لهم تحمر، بغيتوا تزولوهم المهم راه ما كيبقاو هكاك مكركبين. كنغربلوه باش كنتاكدوا بان الدقيق ديالنا ما بقات فيه حتى شي حاجه، اولا كانت شي حاجه هكا شدت لكم في قاع الطنجره. المهم ضروري ما انكم تغربلوا الدقيق من بعد ما كتحرقوه اولا كتحمروه. راه مازال سخون، انا غربلته مباشره من بعد ما زولته حتى كنكمل الكميه ديالي كامله. كيف ما قلت لكم هاد الطريقه راها سهله وكتجيني حسن من الفران، لان الفران كنبقاو داك حل سد وتبقاي جالسه قبالته هكا كتجي ساهله في الطنجره اولا في الكوكوط. صافي هنا كيف ما قلت لكم درت 2 كيلو، غنخليها كتبرد لان مازال سخون. دابا غادي نوريكم كيفاش النتيجه اللي كنحصلوا عليها باش تعرفوا اللون ديال الدقيق من بعد ما كيتحمر. كناخذوا واحد الطبسيل اولا زليفه وكنوضعوا فيها شويه ديال الزيت النباتيه وكنوضعوا شويه من الدقيق باش كنشوفوا اللون ديال السلو. كاين اللي كيبغيه ذهبي، كاين اللي كيبغيه مغلوق شويه، كاين اللي كيبغيه محمر. المهم ديروا هكا باش تشوفوا اللون اولا النتيجه ديال داك الدقيق اللي حمرتيوه باش كتعرفوا اللون كيفاش غادي يخرج لكم. صافي هذه هي التجربه. كيف ما كتلاحظوا انا كيعجبني هكا ما يكونش مغلوق وما يكونش مفتوح بزاف. دابا غادي ندوزو ان شاء الله باش نوجدوا كاوكاو واللوز والنافع والزنجلان حتى هو. وضعتهم هنا في اللاطات ديال الفران باش غادي نحمروه. بالنسبه للوز قسمته على 2، النص كنقليوه راكم عارفين الطريقه ديال السلو، والنص الثاني غادي نحمروه بالقشور ديالو. كاوكاو نفس الشيء كنحمروه حتى هو على نار تكون متوسطه وحنا كنحركو مره. ملي كنشوفوا صافي القشره ديالو بدات كتهز اولا نقدروا نزولوها كنحيدوه من الفران. الزنجلان نفس الشيء حتى هو كنبقاو كنحركوه من بعد ما كنقيوه من طبيعه الحال. ضروري ملي كنغسلوه وينشف كنقيوه، الا كانت فيه شي حاجه عاد كنحرقوه اولا كنحمروه في الفران. المهم كنبقى هكا حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله. درت انا غير 2 طباصل، راه كندير ونعاود ونولي نبدل. غير اللوز اللي قسمته على 2، اما كاوكاو درتو كله، الزنجلان حتى هو نفس الشيء درتو كامل. وانا جالسه قبالته وكنقي في النافع حتى هو الا كانت فيه شي حويجه هكا قبل ما ندخلو الفران. ضروري كنلقاو شي حاجه من الوسخ وكنمسحو. ضروري ما كنمسحو لانه ما كنغسلوهش كيف ما قلت لكم في الفيديو السابق، كنغسلو غير الزنجلان. غادي نقيه الا لقيت شي حويجات اولا شي خشيشات
نفس العمليه كنديروها حتى للزنجلان، ولكن الصراحه الزنجلان ما لقيت فيه والو نقي 100%. بالنسبه للوز كيف ما قلت لكم، نص الكميه هذه غادي نسلقها. انا ما كنديروش على يتسلق، المهم كندير له غير الماء مغلي مزيان. غادي نوضعوه في واحد الاناء وغادي نضيف عليه الماء مغلي، وكنخليه غير واحد المده ديال 10 دقائق على ما نقدروا نهزوا له ديك القشره ديالو. كتجربوا هكا صافي. هذه هي الطريقه. كاين اللي كيديرو كيغلي كيولي فيه الكحوله. انا بالنسبه ليا كندير له غير الماء مغلي وصافي. صافي ملي كنشوفو كيتفسخ هكا القشره على الحبه كنصفي داك الماء وكنقيه. كيف ما كتلاحظوا راه دغيا بكل سهوله كيتنقى بلا ما ديروه عاد يغلي، ولا راه كيولي فيه، انا قلت لكم كتولي فيه ديك الكحوله ديالو عليه. صافي غادي نقيه كامل وكاوكاو. من بعد ما خرجته من الفران وهو سخون كنوضعوه حتى هو في واحد القصعه اولا في واحد الاناء او الطبق او اي حاجه، المهم وكنحاولوا اننا نزولوا له القشره ديالو. كنفركوه ضروري يكون سخون شويه، القياس اللي تقدروا تحكموا فيه. انا راه جاني سخون شويه باش كتزول ليه القشره بكل سهوله. نتمنى ان شاء الله الشرح ديالي يكون واضح. هادشي كامل راه ماشي سلو غير اجي ودير سلو، راه فيه تحضيرات ديالو فيه بزاف الصراحه. فيه الخدمه سلو، فيه الخدمه. خصك توجدوا الزنجلان كاوكاو اللوز، داك المسائل كامله خصها تنقى، خصها تحمر، خصها تطحن. المهم انا قسمت هاد الفيديوهات على اجزاء باش ما يجيش داكشي طويل. واخا هكاك راه صراحه راكم عارفين الناس اللي كيصاوبوا سلو راهم عارفين الوقت اللي كياخذ منهم. المهم هكا انا كنفركو مزيان اولا كنحيدو ديك القشره وكنصفو بهذه الطريقه هذه دغيا كيتنقى لي باش ما نبقاش عاد كنصاوب بالحبه. طريقه جد سهله. نديروا له هكا اولا ديروه منديل بحال دابا شي منديل يكون كبير بالكوزينه وكتديروه تبقاو تفركوه به وتنصفوه هكا بهذه الطريقه هذه دغيا كيزول له ديك القشره ديالو. وكنتمنى لكم عواشر مبروكه والله يدخل عليكم الشهر الكريم ان شاء الله وانتم في احسن الاحوال بالصحه والسلامه وراحه البال وطول العمر. والله يرحم الاموات والله يطول عمر كل واحد ويخلي لكم معز عليكم. صافي دابا من بعد ما نقيت الكاوكاو صافي غادي نخليه على جنب حتى هو. بالنسبه للوز من بعد ما نقيته كيف ما قلت لكم وفسختو وحيت له ديك القشره ديالو كامل حتى هو، دابا غادي ندوزو ان شاء الله باش غادي نقليوه. اللوز نص دائما راني شرحت لكم من قبل، نص كنقليوه ونص كنحمروه بالقشره ديالو. كناخذوا الزيت في المقله بارده، ما تكونش الزيت سخونه، كنقليوه على البارد باش ما كيتخطفش وما كيتحرقش. حتى كنديروه في المقله عاد كنشعلوا عليه النار صافي. عاد كنخليو النار تكون متوسطه، ما تكونش مرتفعه وما تكونش قليله بزاف، وكنخليوه مع التحريك هكا مره كنقلبوه حتى كنشوفوه بدا كيتحمر اولا كياخد داك اللون الذهبي. وبالنسبه لهاد الزيت اللي كنقليو فيها اللوز راه غادي نستعملوها ما كان هي باش غادي نخلطوا بها ان شاء الله سلو. كيف ما قلت لكم ملي كنشوفوا اللوز خدا داك اللون الذهبي كنزولوه، ما تخليوش يتحمر بزاف لان السخونيه اللي فيه كترجع عليه راه كيولي اللون ديالو في البلاصه كيتبدل. ما تحمروهش بزاف صافي. هذا هو الشكل ولا القياس اللي بغيت ليه انايا. وكان هادو هما التحضيرات ديال السلو. ان شاء الله غادي نطحن كل شيء وغادي نشارك معكم الطريقه ديال التخلاط ديالو باش نعطيكم العبار مضبوط بزلافه. والى فيديو القادم ان شاء الله والسلام عليكم.